واحدة اتلفق لها قضية آداب والتانية كانت هتموت بسببه، وكل ما يقرب من واحدة سوزان مبارك تشيلها من طريقه بأي شكل، واللي جوزتها له على مزاجها كان وشها وحش عليه. حكاية جمال مبارك اللي ملهوش بخت مع الستات. كتير من الناس يعرفوا القصة الشهيرة لعلاقة شريهان بعيلة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لكن الكل فاكر إنها كانت على علاقة بعلاء، رغم إن الحقيقة عكس كده خالص. في يوم شريهان كانت سهرانة في كازينو، وبالصدفة جمال كان هناك مع واحد صاحبه، وأول ما شافها ما قدرش يقاوم الجمال والخفة دي كلها، وجري على صفوة الشريف يقول له الحقني أنا عايز البنت دي. صفوة الشريف ما قصرش وعرفه ازاي ممكن يوصل لها، وفعلا بقى بيروح وراها في كل مكان. لكن لما الموضوع دخل في الجد وطلب يتجوزها وصمم، ولأنه ما ينفعش ابن رئيس الجمهورية الكبير واللي بيستعد عشان يكون مكانه يتجوز ارتست، هنا كان لازم سوزان تتدخل. والكل بيقول ان الحادثة الشهيرة اللي تعرضت لها كانت مدبرة، وسوزان مبارك عملت كده عشان تبعد ابنها عنها. وخروج شريهان في ثورة 25 يناير بيأكد ده، حتى لو طول عمرها بتلمح للموضوع بس ولا مرة اتكلمت فيه. بس جيمي ما حرمش وفضل قريب من الوسط ده، ومرة تانية بيحب شيرين رضا اللي مش بس ممثلة، دي كمان مطلقة وعندها بنت. ولما الموضوع بدأ يوصل للصحافة اتلفق لها قضية آداب مع راجل خليجي عشان تخاف وتبعد عنه خالص. الوقعتين دول كانوا كفيلين انهم يعقدوا جمال من الجواز، بس خلاص جيمي بقى عنده 43 سنة والرئيس مبارك بيكبر وهو بيقرب من الكرسي، وما ينفعش الرئيس يبقى سنجل كده. وهنا قررت سوزان انها تتدخل للمرة المليون وتخليه يتجوز حتى لو مش بمزاجه، واختارت له خديجة الجمال، بنت رجل أعمال كبير متخرجة من المدرسة الألمانية ودرست في الجامعة الأمريكية في نفس القسم اللي هو دارس فيه، وكمان أصغر منه بأكتر من 20 سنة. بنت ممتازة ومناسبة من كل حاجة. سوزان مبارك قالت لها يا خديجة انت الوحيدة اللي ما عنديش مانع انها تيجي مكاني، ورتبت لهم ميعاد عشان يتقابلوا، وفعلا اتقابلوا الاتنين في مكان دراستهم في الجامعة الأمريكية. وهناك حصلت شرارة الحب الأولى، وجمال اقتنع انه يدخل القفص أخيرا. بس رغم ان عنده وقتها 43 سنة وابن رئيس الجمهورية والبلد كلها تحت أمره، لكنه فضل خاطب سنة بحالها زي أي شاب صغير بيكون نفسه. في السنة دي كانوا بيجهزوا الشقة اللي هيعيشوا فيها في الزمالك بناء على طلب خديجة وشرطها الوحيد، ما كانتش عاوزة تسيب المكان اللي اتربت فيه طول عمرها. ويوم 28 ابريل 2007 اتجوز جمال مبارك اخيرا في حفلة بسيطة في شرم الشيخ. لكن اللي حصل بعد كده لا كان على البال ولا على الخاطر. جمال ما خلفش على طول وفضل اكتر من 3 سنين من غير ولاد، وده كان قلق سوزان مبارك جدا اللي كانت عاوزة تفرح باولاد من ابنها الكبير، وبدأ يغير وجهة نظرها في خديجة عشان يجي اليوم اللي اتغيرت فيه حياة عيلة مبارك للأبد. سنة 2009 اتوفى محمد علاء مبارك. العيلة كلها كانت في حالة حزن شديد بسبب وفاة حفيد الرئيس، ورغم ان بعد اقل من سنة شرفت فريدة جمال مبارك قامت الثورة واتحبس جمال وعلاء وابوهم الرئيس محمد حسني مبارك. وهايدي مرات علاء خرجت عن صمتها اخيرا، وفي خناقه بينهم في شرم الشيخ قالت لها انت وشك نحس علينا من يوم ما جيتي كل حاجه بتتدمر. ورغم الكلمتين اللي سمعتهم وحلمها اللي اتدمر في انها تكون السيده الاولى، الا انها صبرت واستنت جمال لغايه ما خرج من السجن، ورفضت كل الكلام اللي بيتقال لها من اهلها عن انها لازم تتطلق منه. ومش بس كده، دي كمان خلفت منه ابنهم محمد لما خرج من السجن، ولسه مكملين مع بعض لغايه النهارده. تفتكروا ممكن خديجة تشوف أيام حلوة مع جمال مبارك بعد كده، ولا الحكاية فعلا خلصت على كده؟